كاميرا عرب بود كان ليها لقاء خاص مع الفنانه باسمه واللي حققت نجاح كبير جدا باغنيتها جرحك عندي، واللي قدمتها بشكل رومانسي وانتشرت كمان بشكل كبير جدا. باسمه كشفت عدد من الاسرار الخاصه بيها لكاميرا عرب بود. كمان اتكلمت عن نجاح الأغنية وتعاونها الجديد اللي هيجمع عدد من الشعراء والملحنين، واتكلمت عن الرومانسية اللي موجودة في الأغنية وهل كانت مناسبة ولا لا. الحمد لله غنيتي من أول جمعة بأنغامي كانت أخذ الحيز الكبير والنجاح هيك ما تفاجأت صراحة، يعني لأن أنا دايما لما بحضر شيء بعرف حالي شو بكون محضرة رغم، فنجاحها كان باهر وسريع وسبقني، يعني ما قادرة ألحق للغنية الحمد لله. كلمات منير بوعساف، ألحان وتوزيع بلال الزين. يمكن نحن أول مرة نشتغل سوا أنا وبلال، بس عن جد كانت ضربة موفقة مثل ما بيقولوا بالفن. باسمه كمان اتكلمت عن تكريم الشاعر سعيد عقيل، وكمان اتكلمت عن تكريمه من الفنانه نجوى كرم، وكمان كشفت لنا السر الديو اللي بتحضر ليه قريب جدا لكاميرا عرب بود. أنا سعيدة كثير راغب صدقني، لأنه ما حدا تذكره، ما حدا، هيدا الشاعر العبقري الله يرحمه ويرحم كل مبدعي لبنان وعباقرة لبنان من فنانين أو نحاتين أو سعيد عقل. يعني شو بدنا نقول عنه؟ يعني بيكفي بس نعمل له اوماج، نكرمه، نتذكر قد ايه كان يتغنى بلبنان ويعشق لبنان، وقد ايه كان يحكي عن الدول العربيه. محضره غنيه كثير حلوه ديو بيني وبين نادر خوري، صديقي وزميلي وفنان جدا ممتاز. ايه صحيح. كلمات رودي رحمه والحان نادر خوري. وكشفت لنا عن تجربتها ببرنامج شكلك مش غريب واللي كانت بتقلد فيه الفنانين. فتنا على البرنامج هيك تسلية، وإذ بتفاجأ بحالي إنه في موهبة التمثيل، والأحلى إنه كانوا كلهم بيمثلوا بدومين التمثيل والتقليد، إلا أنا كنت فنانة بغني بس لما دخلت خافوا. لما تاني شخصية إديت بياف بلشوا يخافوا يحسبوا لي حساب وهيك، وأنا فايتة أتسلى ونرفه الناس ونخلي الناس تنبسط وهيك، بس اكتشفت موهبة جديدة في ما كنت عرفتها أبداً، وجدا كان البرنامج صعب منه هين أبداً. باسمه كمان اتكلمت عن مصر والجمهور المصري، وكمان وعدت الجمهور بانها تقدم عدد من الاغنيات باللهجه المصريه علشان تحقق اكبر انتشار. مصر شكلي تاني، يعني أنا يمكن مقصرة شوي بحق هالبلد الكبير المليان فن وإبداع. أنا بحسه يعني خي بلدنا لبنان بالإبداع وبالفن وبالتوزيع وبالألحان. يمكن أنا مقصرة شوي، بس دخول مصر أنا بدي فوته من الباب العالي. ولهلا يعني نحن غنيت طوبي يا عين، غنيت كثير أغاني مصرية بألبومات السابقة لما كنت بشركة روتانا، بس ما كان في يعني ما كان عندي وجود كثير كبير بمصر. فان شاء الله قريبا ان الله راد لما نرجع نبلش ننزل هالكليبات ونبعتهم ونفوت على مصر من الباب العالي. الفنانة باسمة كمان اتكلمت عن حلمها في التمثيل لكاميرا عرب بود. هو هيدا حلمي الكبير، يعني انا وانا عاده بس حط جول قدامي او تارجت بوصل له. فان شاء الله يا رب نقدر نلاقي المنتج راغب الكبير اللي يقدر يقوم بهالعمل السينمائي الضخم. بفتكر اذا وانس حدا عمله حيضر له مبالغ كثير كبيره، لانه وما بفتكر بكل تواضع ما حدا رح يقدر يقوم بدور الفنانه داليدا الا انا. ليش؟ لحجه وحده بس، لريزن واحد، أتقن اللهجات الأجنبية والعربية، وداليدا الله يرحمها كانت تغني الأجنبي والعربي.